2 3. مرحبا، كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. نهار سعيد علينا وعليكم وعلى جميع أمة محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جعلكم اليوم فيديو جديد، فيديو انتم حابينه وطالبينه مني من زمان. خليكم معايا يا جماعة ويلا على الفيديو. واجت راما من المدرسة. يعطيك العافية رموشة. عافيته. مسا على المتابعين. هاي كيفك؟ كيف المدرسة معك يا راما؟ حلوة. كيف يومك كان حلو؟ مع مين جيتي؟ مع صحباتي. يلا كويس. طب يلا روحي غيري ولا اقول لك تغيريش؟ لا خليكي لابسه. ليش؟ كده عايزاكي خليكي ما تغيريش. ماشي. راما شو تسوي راما؟ بدرس. تدرسي؟ طب ايش رايك تسكري الكتاب وتيجي معايا؟ ليش؟ تعالي صوري معايا. انا المتابعين بيقولوا لي انك انت بتصوريش معايا، لازم تصوري معايا. شو ليش بدك ايانا؟ المتابعين طالبينك تطلع معايا في الفيديوهات وبفكروا انه انا ما بطلعك. انا ما بطلعك ولا انت اللي ما بتحبي انا تظهري. بحبش. ليش بتحبي؟ بساعد ماما بدرس. شاطرة راما، انها عشان بتساعدني وبتدرس ما بتحب تطلع معايا. بدنا نصور حاجة حلوة يا راما. شو؟ حذري. هدية؟ هدية. بدنا نصور هدية. جبت لك صندوق مفاجآت. بتحكي جد؟ بحكي عن جد. أمانة. كيف احمسك بخليك تقومي تصوري؟ صور. يلا قومي يلا شوف. ايوه والله الاشي هيك بحمس يا جماعة. شايفين كيف؟ الهدية خلت راما تقوم. صوروا معايا. هي يا جماعة البوكس اللي أنا مجهزاه لراما، اشتريت لها هدايا. امبارح طبعا رحت على السوق اشتريت ملابس للأولاد، ولراما طبعا جبت لها ملابس وجبت لها شوية شغلات كانت حباها ونفسها فيهم من زمان. فكل يوم كنت انا لما اطلع ولما طلعت عاد انا يا جماعه من الناس اللي ما بتطلع على السوق كثير، فكل شيء باجل بقول لهم لما اطلع. فبما اني طالعه اشتريت لراما شويه شغلات كانت حباهم ونفسها فيهم، وحطيت لها اياهم بالبوكس هذا مع الملابس اللي اشتريت لها اياهم. فامبارح لما روحت من السوق مودي شاف ملابس وكنزي شافت ملابسها وفرحوا عليهم، وقالت لي وانا يا ماما وين ملابس؟ قلت لها انت ما قلت. زعلت، حبيت كده اعملها سربرايز يعني افاجئها. زعلت راما واخذت على خاطرها مني، بس عشان كده انا بدي افاجئها. الان انا امبارح خبيت الصندوق وما خليتها تشوفه. فزي ما انتم شفتوا عمال اجت من المدرسه قلت لها بدنا نصور مع بعض حاجه حلوه، فهي مش متوقعه شو راح تكون الحاجه الحلوه. فيا رب يعجبها الصندوق وتنبسط وانتم كمان تنبسطوا، لان يا جماعه انتم بتكتبوا لي انه انت مهمشه راما وما بدي تسأل عليها. بالعكس يا جماعة راما بنتي من أول اهتماماتي اللي أنا بهتم فيها. بالعكس بدرسها وبقعد معاها وبتحدث معاها، وراما أكتر وحدة بتساعدني في البيت يا جماعة. فإنه هي ما بتحب تظهر على القناة كتير، يعني كتير بحاول أقولها اظهر يا ماما معايا، المتابعين بحبوكي. فخلص تحسوها مال هي بشغلات تانية ما بتحب، يعني ما إلها هوا في التصوير كتير. وطبعا الجماعة اللي بيقولوا لي لازم راما تظهر معاكي عشان راما تزيد ثقتها بنفسها. راما يا جماعة أكتر إنسانة واثقة في نفسها بدون ما تظهر. يعني راما بنتي صح سبحان الله ربنا حرمها من إشي بس أعطاها أشياء تانية. والله راما بنتي أكتر واحدة في ولادي عندها ثقة بنفسها، بتحب حالها كتير، دايما واثقة من حالها، دايما مبتسمة وبتضحك، دايما متفائلة. انتوا فاهمين الموضوع غلط، انه راما بنت واثقة من نفسها كتير بس هي ما بتحب تظهر معنا في القناة. خلص سبحان الله قدرات مش حابة. فانا هحاول ان شاء الله في الفيديوهات الجاية اصير ادخلها معايا. ماما شو راما حكت على الماك؟ اسكتي بدناش نقول انه في ماك. اسكتي بدناش نقول انه في ماك، عاملها مفاجأة. طيب ما تقوليش إلها. طيب بس حكي تقولي لها. كنوز برضه متحمسة ولابسة الملابس الجديدة. ورجيني يا كنزي يا عيني ما أحلاها، والبوتين الجديد بستار. أشوف لفة. طب ليش يا كنز مش لابسة الجولف تبعت الفيست؟ عشان هي مش راضية تدخل في رقصة هيك صغيرة. الجولف تبعت الطقم قبتها ضيقة على كنزي مش راضية تدخل. بنشوف يا ماما كيف بدنا نوسعها. المهم بس مشخصة هي كنوزة. لفي اشوف. وهي الجيبة هيك منظر. اشوف لفة ما احلاها. هذا طقم من طقوم كنوز اللي اشتريت لها اياهم للشتاء. شوفوا ما احلاه. في هنا حزام وهنا حزام حتى على الدبدوب حزام. طيب يا عمري مبروك مبسوطة انك لابسة ابع حلوين وجداد. انا تستنى فيك راما. طب يلا يا ماما. انا شيل البوكس بقدر اشيله. طب يلا شيليه. انا بشيل الظروف. يبقى انا بشيل الظروف وانت تشيل البوكس. راما قاعدة ومتحمسة. ايش يا راما؟ متحمسة. هاي كنوز جابت لك البوكس. اتوقعوا يا راما ايش في البوكس؟ ملابس.
ملابس. في ملابس. ارفع يا كنوز. كنوز روح اقعد جنب راما يا ماما. اول اشي كيف البوكس عجبك؟ من برا عجبك لونه؟ حلو؟ طيب ايش متوقعة كمان في غير الملابس؟ مارك. لا ما في ماما هدايا بدبابين. دباديب. راما بدها دباديب. مش عارفة عدنا بنشوف مع بعض. يلا نفتح البوكس. هاي راما قلت لكم متحمسة هي وكنوز، وهاي البوكس وهاي الملابس. انا حضرت مع البوكس. والله كنوز يعني كنوز عارفة ايش في البوكس، حضرته معايا. برضه الباكيتات فيهم ملابس، زي ما قلت لكم مش عارفة ليش ما بيعطونا باكيتات حلوين للهدايا. المهم خلينا ايش يا راما؟ ايه 5 تيم. اشوف كان راما متحمسة كتير. شو بدك تشوفي اول، البوكس ولا الملابس؟ لا خلينا نشوف الملابس اول. لا هذا. خلينا نشوف الملابس اول. لا الملابس لا احلى. هذا. يلا ناوليها يا كنزي، ناوليها باكيت باكيت. يا ساتر يا رب يا ساتر، ايش هذا ضرب كتير. استني يا راما بصيرون الضرب. والله يا جماعة ما نعرف احنا بهدنة ولا بحرب. سامعين؟ يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. يعني احنا بهدنة لكن بضربوا كل كم يوم بيضربوا بصير شهداء. الله يجيب لي في الخير. ما بدنا نخرب فرحة راما. خليكي يا راما افرحي يا ماما. يلا سمي. بسم الله. يلا شوفي اول شغله معانا ايش. لا يا رب مش من اولها تنصدمي، لسه في حاجات احلى كمان. واو. حلو. حلو. هذا بنطلون سبور لراما بتلبسه في البيت على هوديات. فبحب نظام السبور عليها، نظام الهودي والبلاطين الواسعه زي هيك. بحسهم احلى عليها، بنفشوها بنصفوها عشان هي نحيفه شويه. يلا يا ماما لي وراه. انا شوف اللي وراه. لا هذا عشان تتحمس. في هنا حاجة حلوة يا عيني. بس انا رتبت مع ماما الأواعي. انت عارفه انا عارفاكي. يلا قولي بسم الله. كيف يا راما؟ انصدمت راما. لا هذه صدمه كبيره يا راما، لسه في شغلات تانية للصدمه يا ماما. كيف؟ محلاها. ورجيني ولفي وجهها عليا. هيك في بلوزه جبل. سبور برضه اسود بابيض، عليه كتابه بالاحمر، وعليها لفيها اشوف، وعليها جينز ولبقت لها عليهم. شوف الظرف الثاني. ايش تاني فيه؟ في كمان اشي ثاني. شالة حمراء. ايوه جبت لك شاله باللون الاحمر لان البلوزه فيها احمر. بالبقى عليها احمر او اسود وابيض. هي عندها اسود وابيض بس جبت لها احمر عشان تكسر اللون. يلا عندي فكرة، أنا بدي أفتح لها وهي بتاكل. طب يلا حلوه فكره كنوز يا راما. لا بجنن هذه. هذه يا ماما بنطلون جينز وعليه كتابه هي اسود. من ورا اسود. من ورا اسود ومن قدام جينز ازرق، وعليه كتابه بالانجليزي مع طول البنطلون. شايفين هو وايد ليج، رجل عريضه. أيوه. حكيت لكم عشان راما ضعيفه بحب البسها السبور الواسع. المهم يا راما حطيهم. ما حبيتش اجيب لراما ملابس كتير، عندها ملابس من قبل، يعني البيجامه لابساها جديده يلا يا ماما. وعندها ملابس جديده، بس حبيت كنوع من التغيير عشان جبت لاخواتها فحبيت اني اجيب لها. منك اتقل منك تقيل حطيه. في إيد شيء. طب خلص يلا حطي شطوره. يلا يا راما سمي بسم الله وافتحي يلا يا راما يلا. وتوقعي شو اول حاجه تلاقيها. طبعا يا راما ما تتحمسيش كتير، يعني الصندوق فيه شغلات هيك بسيطه، شغلات بس انت حباها كتير تطلبيها مني من شوفوا زمان. يا جماعة كيف الورق. 2 3. كيف مبدئيا كيف؟ يلا راما انشكحت من الفرحه. راما امسك هذا يلا. تطلعي انت ولا طلع لك كنوز؟ تاني. طلعي لها كنوز حاجه يلا. يلا. واو. كيف؟ نفسي فيه. هذا دفتر ذكريات. راما اشوف ورجيني. شوفوا ما احلاه، له قفل كمان ومفتاح يا راما وينه؟ من على الجنب. افتحي. هذا برضه دفتر ذكريات، بتحب صاحباتها يكتبوا لها ذكريات فبلاقيها كاتبه على الدفاتر فقلت اجيب لها دفتر. هي كيف يا راما؟ واو. ان شاء الله يكون عجبك. محلاه. كنوز اطلع لك برضه. انا افتح لها صح؟ انا. برضه كمان دفتر صغنون. راما عشق هالدفاتر.
بتحب راما الدفاتر ايش والأقلام؟ بتحب الدفاتر اللي زي كده عليهم خروف واشياء. برضه دفتر هذا يا راما، دفتر ملاحظات صغنون. واو. ممكن برضه تكتبي فيه لصحباتك. نو؟ واو. وعليه خروف. يلا. يلا. شوفي غيره. شوفي العلبة هذه، شوفيها. واو محلاها العلبة. منظر العلبة عجب. جنن. منظر العلبة عجب راما، عجبتك يعني؟ طب يلا ان شاء الله اللي فيها يعجبك كمان. 1 2 3. افتحي يلا. المهم بوكلة. بوكلة. بوكلة طبعا يا راما حاجات بنات، الحاجات اللي انت بتحبيها جايبه لك. هذول مناطيل محل ألوانهم. شو الوانهم؟ زهري وأزرق. موف يا ماما، موف موف. وأزرق. شوفوا ما احلى الوانهم، جبت لها الوان بارده موف وازرق لا، ألوان بحبهم فاتحة. الألوان هذول. عشان لما يصير مناسبات يا راما تتمنكري منهم. ايش كمان؟ واو. سنسال. راما قالت لي برضه يا ماما نفسي في سنسال حلو. شوفوا ما احلى السنسال، شو مرسوم عليه؟ اشوف شو تعليقته. عين فلسطين. اشوف شوفوا تعليقته. انفينيتي وكرة أرضية وهيك زي خرز أزرق. حلو يا ماما، تتهني فيه إن شاء الله. يلا إيش كمان؟ هاي برضو خاتم. كيف الخاتم يا راما؟ محلاه. أشوف برضه بلاقي راما لابسة من خواتمي، فقلت برضه حشتري لها خاتم. شوفوا ما أحلاه. كمان هاي حلق. برضه حلق للمناسبات. حلق يعني راما لما بتلبس برضه راما بتحب تلبس وتشخص وتتظبط. قيسي الخاتم يا راما، قيسي شوفي بيجي على اصبعك. هذا في خاتم ذهب من ماما. هذا ختم ذهب مني ومن بابا. لا في الاصبع الثاني اللي زيه، لا الثاني يا ماما اجا. اشوف شوفوا ما احلاه، جنن ناعم. تتهني فيه يا عمري. يا رب. حبيبتي يا ماما خليكي لابساه. لا. يلا غيره. في كمان حلق. ماما مثلا أوعية. بيجي على الأوعيكي تاخديه إلك. لا أنا هدية لراما. شطورة يا اختي. أنا قلت لماما أنا برضه بدي أجيب معك هدية لراما. جيبي لها هذا. كنوز برضه نقت معايا في الهدايا. المهم يا راما يلا غيره. أنا قلت لك اشتريها. أشوف إيش في كمان. كمان حلق. حلق ذهب. برضه حلق صغنون ذهبي. ماما ده بحب أعطيها كنزة. بدك تعطي لها كنزة؟ أختي محلاها، الأخت الحنونة بتحب أختها. شكرا. راما أعطت. أشوف طب ورجيني إياه يا كنوز، ورجينا متى، ورجيني إياه. أيوه. راما حابة ذهب. تعطي الحلق الذهبي لكنوز عشان كنوز ساعدتني في ترتيب الصندوق. يلا غيري ماما. هاي أسورة. هذه كمان أنسيال. شوفوا هيك زي الفرزات شعامل نعوم. حلو يا ماما. ماما هذا حلق حطيت هنا عشان ما يضيع. ماشي يا عمري شاطرة، روح أخبيه. خلص روح أخبيه. كمان أسورة. وهي كمان أنسيال نعوم. افتحي كويس يا ماما. هيا. شوفوا ما أحلى برضه أنسيال باللون الفضي. هذا زيراكون يا راما. يلا نشوف غيرهم. يلا يا رما نشوف غيرهم يا ماما. المهم يا رما لحتى ايش عاجبك؟ لا حلو يا ماما. حبيبتي يا ماما مش احلى من ذوقك يا روحي. وحلوقه برضه. حلوقه برضه على ذوق كنوز طبعا زي حلوقنا برضه. وحلوق برضه على ذوق كنوز فضي وذهبي واحمر واسود ملونين. عشان ضلك تشتغل تلبسي حلقان. لابسه حلقه فراشه. لابسه الحلقه الفراشه؟ نعم. يلا غيره. عارفه اتندمت اني ما اشتريت لك واحد زيه عشان حسيتك نفسك فيه. بس هو اجى لراما بس لراما صح؟ راما كنوز حلوه بتلبسي راما من بعد. لا يا ماما شكرا. حلو؟ الزهري وبعدين الزهر ملونين. حبيبتي ماما تفهمي في شغل عن الطرق باللون الزهري وبعدين جون ملونه. حلو يا ماما يلا غيره. واو بس فيها تانا. شفتي كيف قضيت لك نفسك؟ جبت لك فروات ملونين عشان تعلقيهم عشانتك. عشان تعلقيهم عشانتك لما تروحي على المدرسه. شكرا يا ماما وبابا. حبيبتي يا ماما شو الوانهم؟ رميت بيج الزهري. عجبنك الوانهم؟ مسكي واحده واحده هيك. هدول يا راما لما تطلع على المدرسه كل ما تطلع بتغيري واحده على الشنط. هتلبسي شنطه رمادي بتحطي لها رمادي، تلبسي شنطه بيضاء بتحطي لها زهري، تلبسي شنطه سوداء ما بتغيري فيهم على الشنط. يلا ميداليات هذول يا جماعه على الشنط جبتوا لراما كيفت عليهم راما. بلوره برضه بلوره صغنونه فيها. راما بتقولي لي راما كان نفسها في دباديب. بتقولي لي اني متوقعه يكون في الصندوق دباديب. انت يا راما حكيتي لي ان نفسك في دبدوب، بس معلش يا ماما
ان شاء الله لما يصير لنا بيت ويصير لك غرفه لحالك رح اجيب لك دباديب، لان احنا قاعده بخيمه يعني يا دوبك يكون في وسع النا عشان يكون في وسع للدباديب. فهمتي يا ماما؟ عشان كده قلت لك بلرت فيها دبدوب صغنون شايفة يا رنا عشان تقضي نفسك. وبعدين بنزل تاني. بعدين عادي ممكن ناخذ الدبدوب تبع كنزي اللي على بلوزتها ويعطيك اياه يا رحمه. ليش؟ حلو. رحمه نفسها في دبدوب، بدنا نقطعه ونعطيه لرحمه، ايش رايك؟ رايك؟ لا ده حبيبي. يا عمري حبيبك يا ماما، ماشي تهني فيها ماما، بمزح معاكي يا عمري. هذا الك. غيره نضارة. واو ليش هذا نظارة هذه نظارة يا ماما نظر، اه بس هي نظارة نظر مش طبية، نظارة هيك منظر يعني. منظر هيك حطيها اشوف. راما بتحب لما تطلع تحط النظارات على الشالة، فجبت لها اياها، وبتحب كده لما تتصور تشخص فيهم، بتطلع تحطهم كده على الشالة لما تروح على المدرسة. فقلت يلا مش حخليها بنفسها. في حاجة يا جماعة على اللون هاي البلوزة لما يجي عنا ناس بتلبسها بنلبس عليها. جرابين رمادي على لونها. شرابين برضو. لما الناس يجوا علينا بتلبسهم على ايديها. شاطرة كنوزة، حللت لكم كنوزة. غيره يا راما ايش في لا في كمان؟ حاجة انت تحبيها كثير وانت كل يوم تطلبيها منه وبعطيك اياها. رمضي. براية. طب اعطيها هي بتفتح يا ماما، هي بتفتح، مش هدول هدايا لراما، خليها تفرح عليهم. براية. انت كل يوم تطلبي مني براية. خلص تفتحيها من دون ما تفتحيها. براية على شكل على شكل فليفلة، شكل جنبها. غيرها طبعا كده عشان ماما اشترتهم قلت لها إلا استيكرات على شكل سمايلات. ماما انا بديش الزق سمايل الزرع على السمايل الفرحان. هم يا ماما هدول كذا فريق ورا بعض، إلك ولا كنوز، تعطي كنوز ومودي منهم للدفاتر. غيره واو حلو. حلو. وين صورتك؟ جبت لك اياه بدون صورة أحلى. ليش؟ راما زعلت يا جماعة. راما معلش حلو. يا حبيبتي بدهاش تكسر بخاطري. راما كان نفسها في مج يكون مطبوع عليها صورتها، إلى من زمان بتزن عليه وعلى أبوها، كل ما نطلع بتقول يا بابا جيب لي مج على صورتي. خلص يا ماما هي موجودة. حلو سادة بلبقى على كل حاجة. حلو. امسكي كويس. حلو كيف؟ حلو. والله راما مسالمة ترضى بأي حاجة حبيبتي يا ماما، تتهني فيه يا ماما. طب اسمعي في ظرف، في شغلة، شوف الظرف، اعطيها يا كنوز الظرف، هي تفتحه يا ماما، هي تفتحه، افتحيه. في شغلة ان شاء الله تعجبك يا راما ان شاء الله. 1 2 3. ايوان هذه الصدمة لراما. كيف يا راما؟ ورجيني كانت ورجيني لفي على الكاميرا، لفي على الكاميرا. هاي المج اللي على صورتك يا اخيرا يا راما حققنا لك حلمك. لراما مج على صورتها، شايفين؟ طبعا هذا ايمن لما راح يطبع لها صوره، ما كان في الجوال غير صور لراما لما كانت صغيره قبل ما تتحجب، فطبع لها الصوره هذه. وكمان كاتب لها راما العسل، راما العسل. وكمان حطت لك يا راما في ايش؟ يا شكرا ساتر يا رب. بابا. نسكافيه. شكرا. اجا ايمن. شكرا. كمان حطت لك في نسكافيه يا راما عشان تشربي نسكافيه وتعملي لي معاكي كمان. هذه إلي هذه إلي. بدك تعطيني السادة. كتر خيرك يا راما، انا بدي اخذ المج اللي على صورتي هذا خدي. يا عمري. المهم مبسوطة اه والله. شايفين يا جماعة الضحكة على وجه راما، يعني للأمانة كتير راما مبسوطة. حبيبتي يا ماما الله يخلينا اياك ويخلينا بابا ويخلينا كنوز اللي شاركت في تحضير الهدية معانا. وقبل وهذا كمان، وكمان قبل ما تحط التقويم مخمرية. كمان قبل ما تحط التقويم والله كنزي شددت الملاحظة، وفي بتقول كمان انه الماء مخمرية. قبل ما تحط التقويم، فعلا قبل ما تعمل التقويم لاسنانها حلقتها راما حاطة تقويم. ايوه برضه مخمرية وعطر. ماما شو هذا؟ هذا يا راما زبدة كاكاو للشفايف كده عشان في الجو، لما يكون الجو كده شتاء وناشف بتحطي منه على شفايفك يا ماما في البيت طبعا. غيره ضايل اشي ولا خلص؟ في اخر حاجه. هذا برضه البسكوت اللي انت بتحبيه ديجستيف، جبت لك اياه عشان لما تعملي النسكافيه تعملي اجواء نسكافيه كده وبسكوت. كانوا لا يا ماما لا، هذا الصندوق صغير. كان متعوده كل ما نعمل صندوق مفاجآت بتدخل في الصندوق بتطلع منه. هذا صغير مش على قدك الصندوق يا راما يا كنزي. المهم عجبوك يا راما؟
ايش رموز. هاي اجا بابا. شكرا. حبيبتي مبروكين. مبسوطة كتير مبروكين، راما. كيف الأغراض حلوين؟ سلم ايديك يا ايمن، عن جد كتير راما فرحت. بجد تعيش. فرحت انا المرة. تعيش وتجيب لها يا رب. شو اكثر شغلة عجبتك يا راما؟ كلهم حلوين. اكثر حاجة المرة. اكثر حاجة راما مبسوطة على الماج عشان بصورتها. وبرضه أنا بتوقع إنه هذا الستايل الجديد حيطلع فخم كثير على راما. هذا تقوم يا الستايل. راما تورجينا. راما حتقضيها حضون وبوس اليوم مبروك يا لابوها. بابا، مبروك يا حبيبتي. لزق على دفاتري. لازم على فاترك يا عمري، كنوز مرشحة يا جماعة زي ما انتم شايفينها تعبانة. ما كتبتش واجبة. هذا واجب البيت، هذا مش مشكلة، واجب البيت اكتبيه وقت ما بدك. عدي بحط لك استيكرات. خلص روحي يا كنوز حطي استيكرات على دفترك، وخلينا ننهي الفيديو انا وراما مع بعض. كيف يا راما، انبسطت كثير يا بابا، فرحتي؟ حلوين. شفت ردة فعل راما كيف كانت على الهدايا؟ احكي لهم ردة فعلك يا راما. نفسي فيهم تونيت هذول الهدايا يبقى لي ماما وبابا. يا رب. طب بدك تصيري تظهري معنا في الفيديوهات عشان مين؟ زين المتابعين. عشان المتابعين. خلص يا متابعين، هاي راما بدها تصير تظهر عشانكم. عشان المتابعين يبعثوا الهدية شكرا. بتقولكم راما اي حدا حابب يبعث لها هديه على السوبرز لكم شكرا كثير، وراح تتحمس بزياده. فراما من النوع اللي بتحب الهدايا يا جماعه. طبعا المهم في متابعين كثير تواصلوا معي برضه انهم بدهم يبعثوا من السعوديه. تواصل معي متابعين من السعوديه انهم بدهم يبعثوا لها هديه، فتواصلوا معي من خلال الواتساب. طبعا بنشكرهم كثير، وقريبا جدا رح نصور بوكس هدايا لحالها. طبعا اجانا يعني بعث لها اياها هديه من شخص من السعوديه، فان شاء الله رح نصور البوكس هذا ونفرجيكم اياه. واي حدا بحب يساعدنا او يدعمنا او يبعث للولد هدايا من خلال السوبر سانكس، او ممكن تتواصل معنا من خلال الواتساب، الرقم الموجود طبعا على القناه. ولعندنا بكون انتهى الفيديو. قبل ما ننهي الفيديو ما بدنا ننسى نحط لايك وشير برضه، ونصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. وبنحبكم كثير وان شاء وما الله. بدنا ننسى نفعل زر زعلت. تررررن. ايش نصلي على كمان؟ النبي. صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنحبكم كثير. سلام. واكتبوا لنا يا جماعه في التعليقات اذا الهديه عجبتكم او لا.